كل عام وأنتم بخير. اليوم بنعمل لكم كحك العيد، طريقة بسيطة جدا وسهلة ومكونات بسيطة. الكيلو دقيق بيعمل لكم حوالي 2 كيلو كحك. نحاول نجربه وإن شاء الله مش هتندموا. المكونات: كيلو دقيق اللي هو طحين، 3 معالق سمسم حمصين تحميصة خفيفة، في المعلقة بيكنج باودر، نص كيلو سمنة مسيحة أو زبدة مسيحة، ممكن عليهم 50 جرام، معلقة سكر، كيس خميرة فورية ندوبهم في نص كوباية مية أو أقل، ونحط الزبدة على المسيحة أو السمنة على الدقيق، ونحاول نقلبهم جامد من 10 دقايق كده. بعد ما نبس العجينة كويس أو الطحين الدقيق، نبتدي يكون الخميرة ابتدت تتفاعل، نبتدي نحط على الدقيق اللي نبس بقى اختلط بالسمنة كويس، نحط له الخميرة، نقلب كويس بطراطيف صوابعنا أطراف الأصابع، نحط نص كوباية مية اللي فيها الخميرة مدوبة مع السكر، عشان كل ما بتزودي المية أو السوائل بينشف. لما بنقلب بطراطيف صوابعنا، ما بنقلبش، ما بنعجنش. لو عجننا بيبقى ينشف. واو، لازم يبقى بطراطيف صوابعنا. بعد كده نسيبه يخمر حوالي ساعة وشوية كده، ساعة وربع. اهو دلوقتي شوفوا خمر ازاي. اجهز بقى الحشوة، وطول ما انا بشتغل بكون مغطية العجينة. الحشوة ممكن زي ما تحبي، مكسرات، عجمية، انا بحب التمر شوية والمكسرات. بس ابتدي بقى بعد كده بقطع وحدات صغيرة، ممكن بالبصمات او بايدي. بحب برضو اللي هو القديم شوية التقليدي، اللي هو بتعمل بالمناقيش، بيتنقش يعني، بنقش ده بالبصامة. تيجي تحطه في الصينية بدون دهن. انا بحب دوت اللي هو بتنقش. بناخد العجينة قطع صغيرة، بحب برضو صغير علشان لما بيبقى كبير ممكن حد يقطم منه قطماية ويسيبه، لكن لما بيبقى صغيرة او متوسطة بتبقى افضل يعني، تاكل كلها. نعملها في حجم عين الجمل كده، نفردها ونقوم حشينها من الداخل، سواء اي حشوة انتوا تحبوها، مكسرات او تمر. بعدين ننقشها، نحشي مرة مكسرات، مرة عجمية، مرة تمر بنكون جايبينه يكون طري، ونكون نحط له معلقتين سمنة بس بدون النار، بس لما يكون طري بيبقى جميل جدا، اللي هو العجوة دوت بس. وبننقش حسب رغبتنا في النقشة او البصامة. وبعد كده بنحطه في الصينية وندخل الفرن على 200 درجة، افضل 200 درجة. نشغل الاول من تحت، هو نص ساعة، ما بياخدش اكتر من كده. من تحت الفرن يكون من تحت الاول، ولما يحمر بنشغل الشواية 5 دقايق او اقل كمان. بس تنقشي حسب ما انتي تحبي.
النقشة اللي تحبيها او البصامة. حتى لما بتعمليه في البصامة بتحطي الأول، بتحشيه الأول وبعدين تلفيه وتعمليه كورة وبعدين تحطيه داخل البصامة وتضغطي عليها وبيطلع الشكل اللي انت تحبيه، برضه شكل متساوي. بتتركيه لمدة مثلا عقبال ما بتخلصي لحد ما يعلى بقى ويبتدي يبقى ياخد شكل، يعني يبتدي يرتاح خالص. كل ما بيرتاح بيبقى افضل يعني. بعد كده بدخليه الفرن بقى على درجة حرارة 200 افضل، مبياخدش لغاية نص ساعة. تابعه هو في الفرن، اول ما بنشوف من تحت ابتدى يحمر نبتدي ونتأكد ان هو استوى، نبتدي نشغل الشواية عشان ياخد اللون الذهبي دوت. شوفي حتى شكله عامل ازاي، ريحته بقى رائعة، طعمه لذيذ رائع. انصحك تعمليه بنفس المقادير.